صدمة واندهاش كبير جدا من الإعلام المصري والعربي بعد الأداء الخرافي الذي ظهر به المغرب والجزائر في الألعاب الرياضية العربية 2023 المقامة في الجزائر. وفي هذا الفيديو سننقل لكم عدد الميداليات والإحصاءات والإنجازات التي حققها المغرب والجزائر في هذه التظاهرة العالمية. ولكن قبل أن ننقل لكم هذه الإحصائيات المشرفة جدا للبلدين، المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في خضم منافسات الألعاب الرياضية العربية 2023، وهي بطولة دولية عالمية يتنافس فيها أكثر من 22 بلد في أكثر من 30 رياضة مختلفة كالملاكمة والسباحة وركوب الدراجات وكرة القدم والعديد من الرياضات الأخرى. قد حصد المغرب والجزائر نجاحات مبهرة جدا. نستعرض لكم أولا إحصائيات البلد الضيف المغرب، ثم نختم بالبلد المضيف الجزائر. حصل المغرب لحد الساعة على 77 ميدالية في كافة الرياضات، ومنها 20 ميدالية ذهبية و35 ميدالية فضية، وهذه أرقام مدهشة جدا جدا جدا. فرغم أن المغرب لم يرسل إلا عدد قليل جدا من الرياضيين بسبب عدم قدرتهم إلى السفر إلى الجزائر مقارنة بالعديد من الدول العربية الأخرى التي أرسلت رياضيين أضعاف المغرب ولم تحقق نصف هذا الإنجاز، مما يعني أن المغرب يتوفر على مواهب كبيرة جدا. وأما البلد المضيف فالجزائر فقد حققت أرقام مرعبة جدا. هكذا يكون البلد المضيف وإلا فلا، حيث تحتل لحد الساعة المرتبة الأولى بدون منازع بفوزها ب 222 ميدالية في كافة الرياضات، منها 96 ميدالية ذهبية ورقم قياسي ومرعب جدا، و63 ميدالية فضية. في الحقيقة أرقام وأداء مشرفة جدا 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 من البلدين الشقيقين، مما يعني أن المغرب والجزائر يتوفران على مواهب عالمية جدا مقارنة بالدول العربية الأخرى، وليس فقط في كرة القدم بل في مختلف الرياضات. وهو الشيء الذي جعل الإعلام العربي والإعلام المصري يستغرب، وهو شيء يدعو للفخر. وتحياتي لكل المغاربة والجزائريين الموجودين في القناة. لا تنسوا رجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا.